الفل يا ست الكل. حتة في غسالة الأطباق الكل بيغفل عنها، ولكن لازم تتنضف، وهي المنطقة دي. تعرفوا المنطقة دي بيتكوم عليها حاجات لازم تتنضف. شوف أما افتح باب الغسالة، شايف المنطقة دي بتوسع ازاي، بتكبر ازاي، بتفتح. المنطقة دي لازم تتنضف. شايفين طلع ايه؟ الحتة دي محدش شايفها ومحدش بينضفها، لازم تتنضف. لما نقفل بتتدارى طول ما احنا قافلين، تمام؟ فهنفتح كده وننضفها. هننضفها ازاي؟ غسالات الاطباق اول حاجه يا جماعه ما يتحطش عليها اي مذيبات دهون نهائي ايا كان ماركته ايه. امال ايه؟ فوطه مبلوله ميه، ولو في بقع ولا حاجه عليها سنه خل. وبعد ما نعملها نجيب فوطه قطن في نفس الوقت ونمسحها تاني عشان خاطر ما يبقاش المكان مبلول. زي المكان ده مثلا ننضفوه كده كده. شفتوا الفرق بين هنا وهنا؟ عشان مطروق ومحدش شايفه، يتنضف بالشكل ده. فوطه مبلوله ميه، هو عشان ما فيهوش بقع ولا حاجه، هو بس فيه تراب وحاجات بسيطه. يتنضف كده، وبعدين نيجي بواحد فوطه قطن وماشي قطن ونمسح مكانه عشان ما يبقاش فيه ميه نهائي في المكان ده، ويتمسح كده بس يا ست الكل. علشان خاطر نتفادى اي صدى، اي حاجه، اي بقع في الاماكن المداريه، عشان خاطر لو حصل لا قدر الله صدى في مكان مداري، الصدى ده هينتشر، وبالاخص هيطلع من المنطقه دي. اول حاجه هيقابلها المفصلات، وده خطر جدا. ناخد بالنا يا جماعه من الحاجات البسيطه دي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا. شكرا.